لكن انا يتحكم عليا 6 7 ماتشات العبهم ورا بعض في 15 16 يوم. مش عيب يا واد يا بلحه، عايز تسيب المستشفى وتهرب. لكن لما تكون يعني انا بس اللي محكوم عليا بس ان انا يعني العب كل يومين والتالت ماتش ونسميها تحت مصلحه الكره المصريه، الحقيقه ده هنا بقى على 100,000 علامه استفهام. تعديل في مواعيد الكونفدراليه، اول مره الزمالك يلعب يوم السبت، الكونفدراليه طول عمرنا الفتره اللي فاتت دي بنلعبها يوم الاحد. لا ابنك مجنون يا حاج. واول مره دوري الابطال بتلعب يوم الاحد، مش بتلعب جمعه وسبت، اللي فيها طبعا بيراميدز والاهلي. تعديلات غريبه جدا. وعلى فكره بالنسبه لدوري الابطال حتى تحديدا او الكونفدراليه الاول، يمكن باقي ماتشات المجموعه اللي متحدده كانت كلها يوم الاحد، كلها في ميعاد واحد. ليه؟ لان ده طبعا مبدا تكافؤ الفرص. ما عدلوش غير مجموعه الزمالك. سلام. اللي خلوها يوم السبت، سبقوها بالدرايه يوم الاتحاد الافريقي، وقبليها ب4 5 ايام ولا باسبوع ياخدوا القرار ده. يعني مش بأنهي منطق كل ماتشات تلعب لحد في الكونفدراليه عشان تكافؤ الفرص، ولازم الماتشات تلعب في توقيت واحد عشان المجموعات كلها وحساسيه الماتشات في التوقيت ده، والزمالك بس والمصري اللي نقلوه في اليوم ده، ولعبوا ماتش تاني كده في مجموعه تانيه بس ملوش اي يعني تاثير عشان يبان ان ده اللي اتعدلوا. طب بأنهي منطق اتعدلوا؟ ليه؟ اشمعنى انا؟ وتعدل ماتش الاهلي تخليه يوم الاحد في دوري ابطال افريقيا، وبقيه دوري ابطال افريقيا بتلعب جمعه وسبت. الحشيش تمام؟ حاجه عايله قوي يا معلم. زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. فده الماتش الوحيد اللي اتلعب على فكره في دوري ابطال افريقيا يوم الاحد. فمواضيع عليها 100,000 علامه استفهام، ولا هو عشان يعني الميعادين كانوا في استاد القاهره، فبالتالي فريق الجيش المغربي لازم يتدرب تدريب على استاد القاهره، فبالتالي فريق الزمالك مش هينفع يلعب السبت او مش هينفع يلعب الحد عشان تدريب يعني الجيش الملكي او النادي الاهلي. كلها حاجات داخله ببعضها. صباحية مباركة يا ابن العبيطة. لما تيجي تشوف بس اول ما الاتحاد الافريقي عدل ميعاد ماتش كايزر تشيفز، هتلاقي سلسله كلها مشت ورا بعض. ايه ده ماتش كايزر تشيفز بقى يوم 14؟ ايه ده؟ انت هتيجي من زيسكو كده عادي يوم 8 ولا تلعب مش عارف عادي كده طبيعي؟ لا، تعالى سموحه بقى يوم 12 خليه يوم 11، مش الغيه بقى عشان مصلحه الكره المصريه زي ما كنا بنسمع قبل كده، وننقل ماتشات بعد الدوري. واحنا مش بنطالب على فكره بنقل ماتشات بعد الدوري 8 9 ماتشات زي ما كنا بنشوف دوري تاني بيتلعب بعد الدوري ما بيتلعب بحجه مصلحه الكره المصريه. انا اسمي مكتوب. لا طيب. لكن انت عامل لي فروقات رهيبه في الدعايه والاعلان وفي تنظيم الماتشات وفي العقوبات وفي كل حته. اخلص يا فاجر يا منحل يا سافل.